طيب باشمهندس عادل، خليني اسالك سؤال واضح وصريح ومباشر. لما بتشوف مثلا صفقه داخل فيها النادي الاهلي وبيراميدز، فلناخد مثلا مثال عوده الفخوري، والاهلي بيقول لا، هو ده الرقم اللي انا هحطه، مش هحط اكتر من كده، الارقام اللي هتتحط زي ما هتحط، انا ما حدش هيزايد عليا، وفي نفس الوقت هو ده الرقم اللي عندي. شوفها دي ازاي من وجهه نظرك؟ انا مش ببص للبيراميد، مش ببص للزمالك، انا مش ببص مين الطرف هيعمل ايه اللي قدامي. انا ببص ان انا هقول لك حاجه. اتفضل. ما احنا لو حاولناها الصفقه تمس الكرامه هنشتغلها بطريقه معلمين وكاله البلح. ازاي بقى؟ اتنين نازلين في مزاد، يبتدي المزاد ب 100,000 يخلص ب 10 مليون عشان كرامتهم ما يرجعش الوكاله معلم عليا المعلم الفلاني. ما حدش بيعلم على حد هنا. انت هتحط فلوس اكتر، يا هي هتبقى دراسه الجدوى بتقول الصفقه دي ماديا وفنيا هتبقى ناجحه، فيها اعاده بيع هتبقى عامله ازاي؟ ايوه. لو صغير في السن ولا كبير في السن، طب حتته في بدايل، طب هو جاي مرحله ولا جاي بشكل يعيش معاك مشروع. وبعدين الفخوري كويس، هو لعيب كويس، انا شفت مهاراته كويسه جدا، مهاري. طب ما ترجع كده واللي يقول لك الاهلي ما بيروحش ليه يعمل كده؟ طب ما الاهلي كان جاب كاستيلو. كريستو. طب ما كريستو كان بيلعب منتخب تونس. وجيب مبلغ في تسويه يعتبر كبير. فانت وعلى فكره جه على الفريق الاول، ما نزلش الناشئين خالص. ايوه. واخد بالك؟ ايوه. وخد لعيب كويس، بس الاهلي مش عايز لعيب كويس يا ابراهيم، الاهلي عايز لعيب يحدث الفارق. عندما تتأزم المواقف ينزل لعيب يقلب الماتش. طيب قلت لي جراديشار مهاجم كويس جدا، ولازم يبقى معاه حد، اذا لحد ما يبقى هو لان جراديشار لاحظ سنه صغير، متأسس كويس، قابل للتعلم، مش متعالي، منضبط، ما تسمعلوش. يعني اللعيب النموذجي اللي تحب يكون عندك. هو اقرب الى الرحيل دلوقتي. عندك يعني انا سمعت انه خلاص لما حاجته النهارده، الله اعلم. يعني عندك انت كم لعيب تقدر تقول ان ده يجي منه بكره. وبعدين في النص لا، بيباصي باصه غير متوقعه تعمل لك الفارق، بيحط لك جون غير متوقع. وكل كوره بيضيعها لحظه في العارضه دي. يعني لو عندك رأي فني تقول سيبوه، استنى واجيب عليه حد تقيل. يبقى هو عندي يعني انت لما تجيب حد تقيل دلوقتي هيبقى عندك مروان عثمان، طب ما يبقى عندك لعيب تقيل برضه اسمه جراديشار. ليه لا؟ يعني انا. طيب الاهلي في حاجه الى مهاجم اجنبي؟ ما هو بص بقى عشان نعرف، عشان الناس بتقدر تقول البوط. انا دلوقتي مش موجود بقالي سنه ونص. ايوه واضح. فانا مش عايز احكم ومش عايز يبقى كلامي وكانه يعني بيتشاملل او بيهون او بيهول. انا هقول لك تجربتي الشخصيه. اتفضل. يعني احنا كنا نقعد والكابتن حسن والكابتن خطيب والكابتن طارق سليم والكابتن صالح سليم وبعديهم المتبقي نقعد مع بعض ونجيب المدير الفني ومدير الكوره ونقعد كلنا ويتعمل. كانوا يجيبوا الشيت بتاع الملعب ده بالمراكز. طب احنا عندنا مين؟ طب المراكز اللي عايزه دعم مين؟ طب في الناشئين عندنا مين نقدر نطلعه دلوقتي؟ طب مين هنقدر نطلعه خلال السنتين الجايين؟ كويس. يبقى ده ممكن نسد الثغره، ده يبقى نمره 2 أو 3 من الناشئين. لو مش موجود نمره 2 من الناشئين اجيبه من بره. كويس. واخد بالك؟ كويس. نبتدي نحط البدالي عدلي، ابتدي ارشح. وكانوا بيبعتوني، يعني انا رحت اتبعت مره المغرب، كانت بطوله افريقيا تحت 19 سنه، ورجعت مرشح 8 لعيبه. كان منهم بندكت مكارسي اللي بعد كده راح الارسنال. بتاع جنوب افريقيا. بتاع جنوب افريقيا اللي هو خد هداف كاس افريقيا مع الكابتن حسام حسن 7 اجوال لكل واحد. 98. وجبت مميزات وتحليلات ورحت قابلته وقابلت رئيس البعثه وكلمت رئيس النادي. بس خليني اسالك سؤال، هل الملف ده كنت بتشتغل فيه لوحدك؟ يعني هو المهندس عادل القيعي فقط لا غير؟ من غير سكرتير. من غير سكرتير. وبعدين جبت سكرتاري. وبعدين جبت مستشار قانوني ومستشار تسويق الدكتور سعد. دكتور سعد عملنا بقى منهجيه علميه. دكتور سعد شلبي طبعا من وقتها، من 2004 2005. ده راجل عظيم، راجل عبقري. هو كان جاي دماغه مترتبه ترتيب. كان جاي يا حبيبي من المانيا، واخد دكتوراه. فجاي يعمل بيبر وقال لك اخد النادي الاهلي وتجربته. فجاي بياخد مني معلومات عشان يحطها في البيبر بتاعته. في نهايه القعده قلت له بقول لك ايه،
شغل تسويق بقى لي ايه؟ قلت له انا عايزك معايا. قال لي انا استاذ في جامعه المنصوره. قلت له انا مش عايزك تتفرغ لي. انا بشتغل بالخبره، انا عايز منهج علمي. يا سلام عليك. انا عايز واحد راجل يمنهج لي علميا بحيث ان انا اسيب اساس ورايا. انا بشتغل بالموهبه بس انا محتاج المنهج العلمي. منهج علمي اللي جاي ورايا اكمل بيه. 2004 2005 وفضل من عند ربنا. بعد كده جبت سكرتاريه، جبت بنت راح بعد كده على الجامعه البريطانيه، وبعدين جت حنان الزين. طورت في حنان شاطره. لا حنان شاطره. كانت بتعيط. ليه؟ كنت بضغط عليها. ما هي عايزه تشتغل زي البالونه، تروح هنا وهنا وهنا وهنا. فانا تتحرك. اقعدي ركزي في دي، طلعي دي وهسالك. عملت كوادر كتير برضه يا باشمهندس عادل يعني. شوف الفضل من ربنا. ولا واحد مشيت في حياتي ومشي بعديه. والله فضل في النادي الاهلي مكمل لحد يعني حسن مسعود رحمه الله عليه. ده كان مدير حمله الفريق مرتجي. وانا لما جيت مع الكابتن صالح وبقيت مدير النادي انا جبت مدير مدينه نصر لحد ما توفاه الله سبحانه وتعالى. موجود وكان عظيم. الله يرحمه ويحسن اليه. فانت بتختار للنادي الاهلي مش تختار لنفسك. انا ما يهمنيش يحبني ولا يكرهني. انا يهمني الراجل ده يجي منه ايه. شفت منه خصم شريف لما كنا في الانتخابات ضد بعض، وشفت منه قد ايه كان حركه دؤوبه وكان بيجمع وكان عمل اللي عليه، فقلت يبقى موجود معانا. هو ده ينجح. طيب معانا. خليني رجوعا مره ثانيه لموضوع الصفقات عشان ما نشتتش الناس. المهاجم الاجنبي بتشوفه ضروره ملحه ولا لا؟ مش بص، اذا كنت متصور انك انت تشتغل خلال فترات القيد او قبلها بشهر، ده مش مظبوط. ماشي. والنادي الاهلي طول عمره ما كانش بيعمل كده. ماشي. وما اظنش انه بيعمل كده دلوقتي. بدليل ان عنده اداره سكاوتنج بتعمل ايه طول السنه، سواء في شركه الكوره بتعمل ايه؟ بتتابع المواهب صغيره السن والناس المواهب اللي في المتناول، سواء في افريقيا او ابتدينا نهتم باوروبا. ايه رايك في اسامه هلال مدير التعاقدات؟ ما هو كان معايا يعني في الهيكله، انا جبته في شركه الكوره، وكان فضل اما كان موجود هو يعني اكتشفه، هو اللي رشحه. اكتشفه هو، بس كان جاي سكاوتنج. وانا يعني بعد كده اتاخد بقى مدير التعاقدات. ماشي. ولد كويس وخفيف وفاهم وبيتحرك وبرضه كتوم وكل حاجه. يعني انا ما اعرفش ليه الناس بتطلع كلام انا دلوقتي انه هيمشي او مشي، ما اعرفش. انا شايف ان هو، طب ما تحسب له الحاجات اللي فاتت. طب ما هو انت اذا كنت انت عايز تقيمه، ما كان له دور في موضوع وسام ابو علي. ايوه. طب ما كان له دور في موضوع جراديشار. في لعيبه يعني احنا بنختلف ساعات على لعيبه ونندم عليها والله يا استاذ ابراهيم. زي مين يا باشمهندس عادل؟ ازارو. يعني انت تتمنى واحد دلوقتي يعمل لك 10 فرص ويجيب لك 3 ويضيع 7، صح ولا غلط؟ ازارو ولا اسامه ابو علي؟ اسامه ابو علي النسخه الانضج والاكمل من ازارو. مظبوط. بس هل انت كل يوم تقدر تلاقي واحد زي اسامه ابو علي؟ طب واسامه ابو علي يستطيع ان يستمر على هذا التالق؟ المؤشرات بتقول لانه مندفع وقوي وعنده تايمنج ومقاتل. هل كان الاصوب والاصح للنادي الاهلي انه باعه واخد الرقم ده، ولا انه كان يحافظ؟ مفيش حل تاني. مفيش حل تاني. وافرض انك انت غلست وقلت له اقعد، هيديك؟ ما انت مش هتقدر على تقعد واحد غصب عنه. ابدا. زي العيله، الراجل اللي قاعد او الست اللي قاعد جوزها، يعني ان كانوش الاثنين متوافقين هتبقى الحياه صعبه. الحياه لابد في كره القدم السلاسه، ودي اللي بيسموها اوضه اللبس. تلاقي الدنيا هاديه تعرف انك هتنجح. ما تلاقيش نفسنا. يعني انت بتيجي تقول لي اللعيب ده هينجح مع النادي الاهلي، ينجح ويفشل. ما تعرفش اذا كان مش منافسن، اذا كان ملتزم، اذا كان طموح ويتكافئ مع طموح الاهلي وجماهيره واجهزته الفنيه، اذا كان يستطيع ان يتطور. طيب دي كلها مواصفات ومعايير مهمه جدا. استاذنا حضرتك في فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا. اللي انت عايزه انت بعد اذن معاليك يا فندم. ديركسيون معاك.